بالعقل كده ازاي الشركة بتكسب 5% تدي لك خصم 20%؟ المفروض انها كده بتخسر صح؟ بس الحقيقة ده ما بيحصلش. في قطاع اسمه FMCG، ده تقريبا بيغطي كل الحاجات اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، صابون، مكن حلاقة، فشار، بطاطس المحمرة، تقريبا كل حاجة. كلمة حق، الناس دي مكسبها صغير فعلا. يعني انت لو اشتريت شوية حاجات ودفعت فيهم 100 جنيه، الشركة مكسبها تقريبا بيبقى بس 5 جنيه. فهو مثلا بيعمل لك عرض كده اللي هو 20% خصم على اللبن، شكله حلو طبعا مش كده؟ هقول لك على سر ما بيني وما بينك، في مواقع بتبين سعر المنتج زمان ودلوقتي، فانت ممكن تبص على سعر المنتج قبل العرض. في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها دي سعر اللبن اصلا كان اغلى من السعر الطبيعي قبل ما يعملوا العرض، فلما بيعمل لك العرض انت مش بتكسب، انت يا دوب بترجع للسعر القديم. طيب بص على المثال ده، علبه ب 13 جنيه، راح عامل لك عرض ان اشتري 5 وخد عليها 1 هديه تبقى ب 205. طب ازاي؟ انا استفدت ايه؟ هو هنا بيبقى لك احساس ان انت لما تشوف خصم فانت اكيد كسبان، وكده كده وانت بتشتري مش هتركز، انت شايف ان انت اشتريت شويه حاجات عليها عروض. فكلمه خصم، عرض او تخفيض مش دايما بتبقى فرصه، احيانا بتكون طريقه عشان تشتري اكتر او تحس كده انك كسبت حاجه وانت في الحقيقه يعني ما كسبتش حاجه. فالمره الجايه لما تشوف عرض اسال نفسك سؤال، هو انا فعلا بكسب ولا بيضحك عليا؟ وقول لي ايه اغرب عرض عدى عليك وحسيت فعلا ان هو مش منطقي.